بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بفضل الله النهاردة 7 أيام من عمر الكتكوت. الوزن المناسب ل7 أيام 160 170 ل200 جرام. يعني 160 انت تمام. أقل من كده في مشكلة، أعلى من كده انت كده ماشي صح و10/10. ربنا يزيدك. هنتكلم النهاردة عن الحلبة وحبة البركة. الحلبة ده عشب ما شاء الله عليه جميل جدا، اللي بيستخدم حلبة يا جماعة نافق مفيش، سردة مفيش، ما شاء الله عليه. فوائد الحلبة إن هي بترفع المناعة، تعتبر مضاد سموم قوي جدا، بتفتح شهية الطائر، بتساعد على زيادة الوزن بطريقة ما شاء الله عليها. الحلبة هنستخدمها، اللهم صل على النبي، ملعقة شاي على كيلو علف. وحبة البركة نص ملعقة شاي على كيلو علف. حبة البركة دي رافع مناعة ما شاء الله عليه، هتخليك يعني انت عامل ساتر كده للأمراض. بسم الله. دول بفضل الله 76 طائر. 76 يعني هما مش كانوا 80 ومات 4، لا هما جايبهم 76 كتكوت، وإن شاء الله هيطلعوا 76 فرخة. كان متابعنا الدورة اللي عدت، هما كانوا 51 ما شاء الله، وطلعناهم 51 فرخة. البانش ده نص ملعقة شاي على لتر مية. البانش ده حاجة ما شاء الله عليه، يعني هو يعتبر نفس الحلبة كده، رافع مناعة برضك وفتح شعال الطاقة. كانوا ما صلى اللهم صل على رسول الله، كانوا كلك في البوكسة من فوق، فلما حسيت في كتم عليهم كده فنزلت شوية تحت وشوية فوق. اهم حاجة انك تظبط التهوية والتدفئة بالنسبة للكتكوت. اول 10 ايام مشوا معاك، 10 ايام مفيش نافق والدنيا حلوة ومفيش كشاشان، مفيش برد، مفيش الكلام ده، بإذن الله دورتك هتطلع 10/10. اي حد عايز اي حاجة يسيب لنا تعليق. متنسوش تشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.